لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وبعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، كل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار، ثم اما بعد. بدء في بدء كان الشيخ محمد سعد والشيخ سيد مصطفى خليفه والشيخ سيد غريب كان مقرر ان يشرفونا اليوم، لكن نتيجه الاحداث المتسارعه في القاهره اضطروا لاجتماع اللجنه التاسيسيه اللي الجيش بيحاربها المجلس العسكري، ولكن احنا حاولنا نوفق من الشيخ محمد سعد بمكالمه هاتفيه من القاهره لعل يعني يجلي بعض الرؤى. فان شاء الله نلتقي اليوم في هذا المجلس، والذي كنا قد قررناه كدعوه سلفيه منذ فتره، انه في اعقاب كل حدث من الاحداث السياسيه الكبيره نعقد مجلسا لاخواننا نطرح فيه الحدث طرحا صادقا بعيد عن مزايدات الاعلام وبعيد عن التزوير والكذب، ثم نعلق عليه، ثم نوضح بجلاء ما هي رؤيتنا للحدث ولهذه المرحله، ثم واجب الوقت. فأولا نتكلم عن فضل كبير، فضل كبير. الله سبحانه وتعالى امتن علينا أمس بمنة كبيرة جدا، وتفضل علينا بفضل كبير، وهو أننا في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية مكن الله سبحانه وتعالى الدكتور محمد مرسي أن يحسم هذه الجولة. لماذا انتصار الدكتور محمد مرسي في هذه الجولة هو فضل كبير؟ إذا علمت طبيعة المعركة، إذا علمت طبيعة العداء المتأكد، وإذا علمت أطراف الصراع، ستحبس نفسك وأنت تشاهد هذا الصراع وآلياته قبل أن تعرف النتيجة. تخيل الدكتور محمد مرسي رجل يحفظ القرآن، ورجل ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، رجل له تاريخ في العمل السياسي والوطني، نظيف اليد، نظيف الصحيفة السابقة، ما فيش فيها لا سرقة ولا قتل، في مقابل رجل كان من أعمدة الفساد في النظام السابق. لما أراد مبارك أن يتشبث بأمل الأخير قبل سقوطه عمد إليه فوضعه رئيس الوزراء. سيرته الذاتية مليئة بالمخازي والأمور المهينة، سيرته الجنائية ملآنة أيضا بالجرائم، من قتل إلى سرقة إلى إفساد الحياة السياسية إلى إتلاف أو تبديد المال العام إلى غير هذا المزيد من الفساد. بل هي الرأي تقول هذه أصلا ليست منافسة متكافئة، دي ليست منافسة متكافئة أصلا، ده محمد مرسي ياخدها من أول جولة. أقول لك لا، شوف بقى أطراف الصراع هتبقى مين. أنت الآن كان بيدعم أحمد شفيق المجلس العسكري كسلطة انتقالية تحكم البلاد، يدعموا الجيش كأفراد، الشرطة كأفراد، أجهزة الاستخبارات، مخابرات، وأمن دولة وأمن الوطني، بيدعموا فلول الحزب الوطني مع اعتذار رجال الشرطة الشرطاء. حكمت صدق واضح. رجال الحزب الوطني، وأظن حضراتكم شفتوا الشيكات اللي مكتوبة من الدكتور عبد فوزي زوجة أحمد عز، والاعتمادات المالية الضخمة جدا اللي كان بيتم الإنفاق منها بسخاء على حملة أحمد شفيق. أيضا من اللي دخل في المعركة دي دخولا قويا وأساسيا الإعلام الذي حوى كل مقيصته وكل مسبته كذب وإشاعات وتضليل وافتراء وقلب الحقائق وسحر لأعين الناس وعقولهم. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول إن من البيان لسحرا. وكان هناك عامل مهم أيضا، وهو
طبيعة معينة عاشها كثير من أبناء الشعب المصري، وهي طبيعة التعايش مع الذل والمهانة. بعد فترة من الفقر ينشأ بين الناس والذل والمهانة كده علاقة ود كده، علاقة حميمية كده، يعني يحس إنه متعايش مع الموضوع. فلما تحاول تنتزعه من هذا الذل والمهانة تجده يقاوم. طب بتقاوم ليه؟ عم أنا مستقر. ده أنت تهان إهانة بالغة. وأنا مستقر، يعني أنا عارف أنا بتهان قد إيه في اليوم، أنا عارف أنا بتهان قد إيه في الأسبوع، عارف أنا حقي بتاخد بنسبة كام، أنا صحيح مقهور بس مستقر. دي موجودة في قطاع كبير، لا سيما في الطبقات البسيطة والمطحونة اللي بتعاني من الضغوط المادية والضغوط الاجتماعية. شفت بقى المعركة بالمنظر ده؟ معركة شرسة للغاية. تخيل بقى السلطة أو القوى الصلبة في البلاد، القوى العسكرية، الاستخبارات، الإعلام، المال، شعب غير مهيئ لهذا الأمر. فكان ملحمة بكل المقاييس. وأيضا كانت ملحمة خطيرة، لأن النتيجة لما ظهرت بتظهر بنسبة 51.5 ل 48.5. ده يعني الحمد لله الذي نجينا من القوم الظالمين. ده مشكلة صادقة جدا. يعني نقول ان في 12 مليون واحد انتخب احمد شفيق، حط جانب التزوير 3 مليون، اللي هو بقى المجندين والميتين، يعني اطرف النكات. يقول لك والله اللي عنده واحد ميت ونفسه يشوفه يروح يشوف لجنته فين، يمكن يلاقي طالع يصوت ولا حاجه في اللجنه اللي بنشوف كانت تحتوي على الموت. فلو احنا قلنا حط 3 مليون، لا حتى لو حطينا 3 مليون فقلنا ان نسبه اللي ادوا اصوات من شفيق 9 مليون مصري. 9 مليون انسان، رقم ضخم. فيهم المحتاج وفيهم الفقير وفيهم المفسد. يعني كتير هنا عندنا مثلا من الطبقات الحرفيين والناس اللي لا تحكي المخدرات اختاروا شفيق قولا واحدا بدون كلام. ليه؟ قالوا بمنتهى الصراحه كده، هو لو مرسي جوه ايه هيسيب الحشيش؟ هيسيب البانجو؟ الناس بيقولوا يعني هيسيبوا ليه؟ ولا هيسيبوا البانجو ده بمقومات الحياه؟ يقولوا خلاص احنا هنختار اللي هيسيب الحشيش ويسيب البانجو. ده صراحه انا عايز اقول لك اثر الاعلام السيء. تجربه حصلت معايا انا شخصيا في الصيدليه امبارح. فدخلت طفله تشتري كده، طفله مثلا بتاع 10 سنين او 9 سنين. قلت لها اسمي ايه يا اموره؟ قالت لي اسمي مها. قلت لها انت خدت مين يا مها؟ قالت لي انت خدت احمد شفيق. قلت لها انت ليه بصوت؟ قالت لا بس انا كنت عايز احمد شفيق يفوز. قلت لها ليه؟ قالت لي عشان ما بحبش الاخوان. قلت لها ما بتحبش الاخوان ليه يا مها؟ قالت لي عشان هي بتشتري طرحه. والله ده حصل، اقسم بالله. ده انا بدي لك نموذج لعقليه طفل عندها 9 أو 10 سنوات تلقيت هذا الكلام تلقينا وعاشت فيه. وغيرها بقى من ايه؟ من الاشخاص اللي بقول لك حكايه البنك دي. انا كنت راكب برضه مع واحد سائق وعدى على ورشه، فبيقول للراجل انت خدت مين؟ قال له عم انا اخد احمد شفيق، هو الثاني هيشيل البنك. يعني كلام الولد ده كلام انا عصرته بعينيا قدامي، مش حتى حكوا لي يعني. ده فعلا كانت ملحمه ضخمه جدا. المشكله ان الشعب بتاعنا مشكلته كمان ان حتى الكتله الصامته او اللي بيسموها حزب الكنبه كتله متميعه لاقصى درجات التميع. يعني ايه؟ يعني كلمه توديه كلمه تجيبه. لو قعد 5 دقائق قدام توفيق عكاشه يطلع قرار، ولو ربنا صلح حاله وسمع مثلا قناه اخباريه محترمه مثلا او تحليل سياسي محترم ممكن يرجع في كلامه تاني، وهكذا. تخيل مثلا ان بعد اعلان النتائج، يا جماعه كلمه اعلان النتائج وكان قايل الفوز بالدكتور مرسي مش كلام في الهواء كده. المحاضر 13900 لجنه ولا 500 لجنه موجودين على النت، موجودين ونزلوا كتيب كمان. يعني محاضر فارس نزلت، انت بتتكلم على نتيجه انت شايفها بعينيك. وانا جاي دلوقتي في المسجد لقيت واحد قال لما كده قالوا الشيخ هو اللي هيقول لنا الحقيقه ايه يا عم حقيقه ايه؟ قال اصل دلوقتي بيذبحوا عقول وسط البلد وكل شفيق نجح. قلت لهم يقول يا عم الكلام ده عليه. هي دي المشكله، يعني فعلا معركه صعبه جدا جدا جدا. فالحمد لله، قولوا الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه
كما ينبغي لجلال وجهه وعز سلطانه سبحانه وتعالى. ده أولا. ثانيا شكر واجب. شكر واجب. فأول ما نشكر الله عز وجل، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الله سبحانه وتعالى أعلمنا، قال بعض أهل العلم وإذ تأذن يعني إذ أقسم ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أقسم سبحانه وتعالى وأعلمنا بأن الشكر هو قيد النعم الموجودة وهو صيد النعم المفقودة. فالنعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. ويجب علينا أولا أن نشكر الله سبحانه وتعالى، والشكر يكون بالقلب اعترافا بالجميل واعترافا بالنعمة لله سبحانه وتعالى داخليا، والثناء عليه باللسان فنقول الحمد لله رب العالمين. ثم العمل على وفق مقتضى هذه النعمة. فالعمل الجاد، العمل الجاد الصادق هو من شكر هذه النعمة. ثم ثانيا شكر واجب للإخوة الفضلاء الذين يجلسون أمامي. شكر واجب. دكتور مرسي خد 13 مليون صوت، والكل اللي حشدوا جماعة الإخوان في الجولة الأولى 5 مليون صوت. 5 مليون صوت كانوا ينقصوا ما يزيدوش في الجولة الثانية. فبفضل الله وحده ثم بجهود هؤلاء الإخوة الأفاضل الصادقين أحسبهم الله حسيبهم من الله عز وجل علينا بهذه النتيجة. كان الدور بتاعي في الحملة مع إخواني ان انا بأسير اتفقد اللجان، فكنا بنمر على اللجان في اوقات مختلفه، مثلا في وقت الظهيره ولكن اخواننا يقفون امام اللجان يتصببون عرقا، فكان قاعد مع الاخوه يقول والله انا لمنصورون بصدق هؤلاء الافاضل. اخ يقف في الشمس يتصبب عرقا ولا يعرفه احد، ويعني الدكتور محمد مرسي هيعرف اللي واقف في محافظه القصر ولا واقف في اميه ولا واقف في القنطره ولا واقف ما تعرفش، لكن هو واقف لله فعلا، خرج من بيته يتحمل المشقه لله ويقف فعلا في هذا المشهد يحاول بكل ما اوتي من قوه ان يدعم هذا الاختيار. ثم شكر ثالث واجب ايضا للاخوات الفضلات. بصراحه لو لم يكن من مكاسب الثوره الا انها افرزت لنا على المعدن الطيب والنفيس. الاخوه طول عمرهم رجاله واشتغلوا وبهدلوا بصراحه، لكن كان بعد قبل الثوره كان العمل النسائي، عمل الاخوات معانا في الدعوه كان عمل مضايق جدا وكان عمل قليل. ده الاخوات ابلوا بلاء حسنا، اشتغلوا شغل ممتاز. كان يجيب ساعات بعض طبعا كانوا مكلفين كل اخت بعدد معين من الاسماء. كنت فاكر مثلا في واحده اللي تليفون مثلا الاقي مثلا صوت اتصل في واحده قريبه مش عارف الاخت فلانه مين اللي يعرفها، وصلوا لاي اخ يكلم البيت ده لان في واحد هيك شافيه. في عز زحمه الاحداث ديت وهنتصل لفه بس عندهم الموضوع قضيه. تخيل بقى الاخت اللي كانت مكلفه 50 اسم اتصل بالاخت المسؤوله بيها تقول لها انا معايا واحده من 50 دول اسرتها في واحد هيك شافيه، ويشغلوا نفسهم بالقصه. الناس تقف اللي كانوا بيروحوا مقارئ واللي كانوا بيروحوا مساجد اشتغلوا شغل عالي جدا. فشكر واجب ايضا للاخوات الفضليات، ونسال رب العالمين ان يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا اجمعين. وايضا شكر للناس الذين تواصلوا معنا اللي هم الكتله التي كانت محل دعوتنا في السنوات الماضيه وانشغلنا عنهم من بعد الثوره، ولكنهم وفوا لنا بعهدهم وما نقضوا عهدهم معنا. جيران المسجد ورواد المسجد والناس الافاضل اللي بيحضروا الدروس ومحبين الدعوه ومحبين الدين اللي ثبتوا في المعركه دي، دول اكثر الناس فتنه بقى ليه؟ لان هو محب ومتعاطف فبيدفع ضريبه لواحد تاني منتمي، قال لك ده انا هديك صوتي وهدعو الناس ليك وهرفض احنا نعود للنظام القديم. فهذا شكر واجب لكل من ساهم في صنع هذا النصر. ثالثا، ما هي الإحداثيات الآن؟ يعني إحداثيات في الرسم تلاقي يقول لك الإحداثيات اللي هو سين وصاد وتوصف الإحداثيات على المحاور دي. توصف أنت الوضع القائم. الوضع القائم إيه دلوقتي؟ الوضع القائم إن بعد سقوط حسني مبارك
وانا برفض كلمه سقوط النظام، فالنظام لم يسقط. لما قامت الثوره كان احد الاجهزه القويه اللي بيعتمد عليها النظام السابق كان جهاز او كان الجيش، مجلس العسكري والجيش كمان والاستخبارات. فبدات احداث ثوره 25 تتطور، وكان دين الله عز وجل اللي يجمع القلوب واخرج الناس من بيوتها كده. المهم بدات الاحداث تتطور وبدا يحصل نوع من القرارات العكسيه، وكان فيه ميل حقيقي عند قاده الجيش ان جمال مبارك لا يحكم خلفا لابيه. ده امر اللي كان متابع للشأن السياسي يعرف الكلام ده كويس جدا ويقرا. لحد ما وصلنا اليوم 11 فبراير اللي هو كان يوم الجمعه، كان عدد المتظاهرين في الشوارع على مستوى الجمهوريه وصلوا ل 20 مليون. ف 20 مليون دي بيسموها الكتله الحرجه. كتله حرجه يعني مهما تصدت لها القوات العسكريه فلن تفلح. لن تفلح. طيب ايه بقى اللي حصل؟ قالوا احنا قدام اختيار من اثنين ملوش ثالث. يعني اختار الدفاع للنهايه عن حسني مبارك والنظام، حسني كرئيس لهذا النظام، وهذا سيفضي الى اراقه الدماء والى القتل، ثم في النهايه السيناريو المعروف ده حصل في ليبيا وده حصل في سوريا. او ان احنا نضحي بحسني مبارك كرئيس ويظل النظام كما هو. فاختاروا الحل الثاني، فاجبروا حسني مبارك على التنازل عن الرئاسه بوعود وتطمينات واضحه جدا في مقابل الحفاظ على النظام. ده اللي حصل من ايام الثوره. خدوا السنه ونص دي كلها بقى محاوله استعاده النظام مره اخرى وترميم ما تهدم منه. فمثلا كان ايه احد اعمده النظام اللي فات كانت ايه؟ كان الحزب الوطني، صح؟ تم العهد الى الدكتور احمد كمال ابو المجد بانشاء وتفعيل حزب الشعب الجمهوري يضم هذا الحزب كل كوادر الحزب الوطني المنحل وكل رجال الاعمال اللي كانوا في كل القيادات اللي كانت فيه، ونظموا بقى احمد كمال ابو المجد مع طبقه من القانونيين والسياسيين والنخبه دولت ويعلنوا الحزب في وجه جديد. قالوا احنا عايزين نوجه الشعب، طول ما الناس كلها ايد واحده مش هنعرف نتعامل معاهم. فعملوا الى بعض رموز الحزب الوطني المليارديرات اللي معاهم فلوس، وطبعا فلوس كلها مشبوهه من تهريب اثار ومن غيره. قال لك نعمل حاجه اسمها غسيل اموال، وافتتحوا عدد كبير من القنوات ودعموها تدعيم مالي ضخم جدا. CBC 1 و2 والنهار مش عارف 1 و2 وايه عملوا، وبعض الجرايد يعني جريده الوطن اللي بتصدر بمسؤوليه المجلات، جريده الوطن دي مدعمه باثنين، يعني هي المفروض تتباع ب 2 جنيه، هي تتباع بكام؟ بجنيه. الكلام ده اخبرني بيه الاخ محمد عياد اللي هو ماسك مشرف عام على جريده الفتح، راجل من الصحفيين اللي قاعدين، قال لي الجريده دي كل المقاييس مدعمه اقل شيء بجنيه. وغيرها بداوا يشتغلوا على جهاز الاعلام. الجيش اول ما نزل الثوره، ودي برضه حاجه معلومه محدش يعني هي معروفه بس مش منتشره، اللي كانت فيه محاوله ضرب المتظاهرين فعلا من قاده الجيش، لكن اللي رفض الضباط اللي هم مباشرين للاسلحه واللي في الوحدات في الصفوف الصغيره. فلما لقوا ان الامر ده هيعمل تصدع رفضوا الضرب. ده كان في الاول قبل ما نوصل ل 11 فبراير. طيب ايه اللي حصل على مدار السنه ونص؟ تم شحن معنوي كامل لاسلحه الجيش المختلفه، وإعادة تأهيلهم في ان اعداء البلد فلان وفلان، وان الاتجاهات الاسلاميه الجديده هتدمر البلد، وبداوا يشحنوا. عملوا خطه غريبه جدا ان هو بيحاول يستخدم كل اسلحه الجيش في المواجهه مع الجماهير. يعني في احداث محمد محمود يجيب مثلا سلاح مظلات، في احداث مجلس الوزراء يجيبوا حد من المشاة، وبالتالي كل سلاح يبقى ليه طار باين مع الشعب، بحيث لما يحب يحرك الناس اللي بعد كده ضد الشعب يقدر يحركهم بسهوله. هذا يقول انا عايز اكسر حده الثوره وفورتها، دي عايزين العدل. فقام دخل الناس في قصه الانتخابات ومشاها انتخابات نزيهه، ومن المعلوم سلفا ان الانتخابات ماشيه
نزيهه ستاتي بما له شعبيه في الواقع هم ابناء الدار الاسلامي. اتصرف على الانتخابات 2 مليار جنيه. وبعدين جه في النهايه وقام قايل ايه؟ قايل لا احنا مش لاعبين، ده الانتخابات طلع فيها مشكله ومش هنشتغل. بدا المجلس العسكري يراهن في الوقت اللي فات على انه يعمل صفقات مع كل فصيل على حده. يعني ايه صفقات؟ يعني يروح لفريق سياسي مميز يقول له والله انت من حقك تاخد البرلمان، بس انت هتسيب لي كذا وكذا وكذا عشان اسيب لك حقك ده. ويروح لفصيل ثاني من القوى المدنيه يقول له انتوا ناس مدنيين ومش عايزين دوله دينيه ولا اسلاميه، يبقى انتوا مطلبكم ده مطلب عادي وانا هحميه، بس بشرط احنا ما نعمل الوظيفه الفلانيه انتوا هتدعمونا في كذا وكذا وكذا. وهكذا بدا يتعامل مع اوساط المجتمع تستوعب كل فصيل بمفرده. بدا يسعى في هذه الفتره كلها الى ضبط النفس والى محاوله تشويه صوره كل الناس اللي على الساحه. وفي سلاح معروف في المخابرات اسمه سلاح الاشاعات او التوجيه المعنوي. اثاره الاشاعات والارجاف للناس وغيرها. كل ده انا بس بحاول اعمل لحضراتكم سياق متصل يعني لحد ما وصلنا لاخر مرحله خريج بره المجلس العسكري لحد باب الدار. فخلينا والله لحد باب الدار خلاص دخلنا في شهر 6 او شهر 5 اعمل انتخابات. طبعا قصه الانتخابات دي قصه دراماتيكيه على اعلى مستوى. كيفيه استبعاد المرشحين الاقوياء من سباق الرئاسه الى النهايه. تدخل بقى في قصه الرئاسه قام جايب هذا المسخ اللي اسمه احمد شفيق. وطبعا بعض الناس يقول لك يعني هو ما ينفعش يجيب واحد قوي شويه، هو عايز يجيب واحد برفان، واحد تايه. يعني احمد شفيق عنده حاله من التوهان، حاله كده من فقدان الشعور المتكرر في الجلسه الواحده اكثر من مره. فبالتالي هو لما يمسك الرئاسه هتبقى فعلا رئيس الدوله مين؟ لابس عسكري. صح ولا انت عايز كلام؟ مش عايز نوع من الذكاء يعني. يغيروا الدستور، يحطوا دستور، يغيروا محكمه دستوريه. يعني عايزين يجيب واحد بربان كده يبقى قدام الناس اسمه رئيس، يعرفوها يمضي فين في اي معاهده، يمضي فين على اي صفقه، ويدوا له قلم كمان ويخلص. فده المشكله اللي حصلت. فدخلنا في انتخابات الرئاسه فعلا شفيق خد اصوات في اول جوله مع تزوير بسيط. تزوير ما يجيبش مثلا المليون ولا اي حاجه احوال. طيب ايه اللي حصل بقى؟ النهارده في الصحف العبريه طلع تصريح ان كان عندنا تاكيدات من واشنطن ان احمد شفيق هيفوز في الجوله الثانيه. طب واشنطن عارفه منين؟ هو بدون وحي ولا حاجه؟ يعني ربنا كشف لهم حجاب الليل مثلا؟ لا هم بيحسبوها بالقلم والورقه. الناس دي هتتعرض لهجوم اعلامي قد ايه؟ الناس دي طبيعه الشعب وسيكولوجيته بتتاثر بنسبه كام؟ الاشاعه معدل نموها في المجتمع قد ايه؟ وهكذا. ايه اللي يحصل؟ يبتدي بقى ايه الكلام في هذا المعنى. طيب بدات الانتخابات تحدث يوميه الدكتور محمد مرسي في 3 اسابيع دولت. جه القرار اللي هو قرار عكسي سبحان الله، يخرجون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين، اللي هو قرار محمد حسني مبارك. وكان بامكانهم ياجلوه. وانا بقول لحضراتكم الوضع في الوضع الدعوي، احنا طبعا كنا بنلف مع اخواننا بنلف القرى والمراكز وكده. الوضع الدعوي في المراكز ووضع الانتخابات فعلا كانت الاسهم منخفضه جدا 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 قبل انتخاب حسني مبارك. وكانت حاله من السطول العجيبه عند الشباب والكبار. الناس كانت بين اثنين، يا قاطع يا قيد شفيق. وفعلا يعني ايه كاد ان يدركنا اليأس للبشر. فجت المحاكمه دي فاعطت الحمله الانتخابيه للدكتور مرسي قبله الحياه. ادت لهم قبله الحياه. صار الناس في الشوارع وحسوا فعلا ان كل اللي بيحصل ده تمثيليه، وبدا في اللحظه دي يتضح بجلاء لكثير من الناس ان المجد ما هو الا يعني سارق او لص يحاول ان يسرق البلد مره اخرى الى العصر البائد، ولكن بطريقه ناعمه.
هنا صار الناس وبدات فعلا موازين القوى تتجه مره اخرى تجاه الدكتور مرسي، والمؤشر يرتفع تجاه الدكتور مرسي. على ما قربنا على الانتخابات كانوا حاطين لك الفخ بتاع يوم 14/6 اللي هو قرار حل مجلس الشعب والحكم في دستوريه قانون العزل. المهم قبل منها برضه خدوا قرار غريب جدا اللي هو قرار وزير العدل بمنح ضباط الجيش التغطيه القضائيه، وده معناها مصادره وتعدي على سلطه رجال الشرطه. طب لما يبقى الجيش شرطه عسكريه وقرارات مع التغطيه القضائيه من حقهم يربط المدنيين اللي في الشارع ويحولهم للنيابات العامه. طب ما ضابط الشرطه هيشتغل ايه؟ يبقى هو كده بيحاول يعمل سيناريو ما يعتمدش فيه على ضباط الشرطه اصلا. كأنه مثلا يعمل حمله اعتقالات واسعه تطال رموز معينه فعايز ينزل ينفذها بسند قانوني. طب ممكن رجال الشرطه ما ينزلوش، ممكن يختلفوا ايا كان. ولسيما في الفتره الاخيره ما بعد فرسان الشرطه ما ابدوا اللي بتاعها واللي سند الملتحين وغيرهم بدات الدنيا ايه؟ تقل شويه. جت بقى ايه؟ ثالثه الاسافي لما لقى مؤشرات الفرز بعد اول يوم في انتخابات الرئاسه، مؤشرات التصويت اقصد، رايحه الدكتور مرسي فعل بقى عليه السبت قام عمل اعلان الدستوري المكمل او الانقلاب العسكري اللي عمله. الوضع الان هو عايز ايه؟ خلاصه اللي حصل ده ايه؟ خلاصه اللي حصل ده ان هو بيقول انا فتوه، انا فتوه، وانتوا تسمعوا كلامي، واللي مش هيسمع هيتضرب. ايه المنطق؟ منطق القوه. طب العدل؟ مفيش عدل. عارفين قصيده الثعبان والشحرور؟ إن السلام حقيقة مكذوبة والعدل فلسفة اللهيب الخالي. لا عدل إلا إن تعادلت القوى وتصادم الإرهاب بالإرهاب. طول ما أنت من تشميري ملاش حاجة عندي. يلا. طبعا لو حبينا نوصف المجلس العسكري، المجلس العسكري له سياسي، يعني هم مش محنكين سياسيا ولا هم قانونيين، يعني ما عندهمش المعرفة بالقانون، ولا هم عندهم قدرة على الانخراط في المجتمع المدني. العقلية العسكرية عقلية عجيبة جدا. عقلية ان اللي اكبر منك بيوم ممكن يزحفك ويشيلك المخدر ويخليك تتكدر ويوقفك طابور ذنب. هي عقلية غريبة سبحان الله. فالتعامل بقى باخلاق الفرسان والنبل والمروءة والشهامة ووعود الصدق بيننا وبين بعض ملهاش اي خير. فهو بيتعامل بمنطق ايه؟ بمنطق القوة، بمنطق فرض الرأي. وده الواقع اللي يظهر لي انا والله اعلم من روايات الاحداث ان اللي بيحرك المجلس العسكري ليس واحدا منهم. طيب احنا هنطلع لمكالمة الشيخ محمد، مكالمة مهمة. الشيخ محمد سعد يتكلمنا فيها عن الواقع وما يلزم. يا شيخ محمد السلام عليكم. في صوت لا صوت مش طالع. مولانا عبد الرحمن هيظبطه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ محمد لا كده صوت شوية. اتفضل. لا عبد الرحمن صوت شوية. يا شيخ محمد اتفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا عايزين حاجة يا شيخ محمد قدام دلوقتي. أن يكون هذا الاتصال بقدر ما
يعملون في المصالح الحكوميه الذين يعني تنسقوا وكسبوا الاموال كثيره من هذا الامر ما زالوا يعملون ضد الثوره وضد الحريه وضد الشريعه الاسلاميه. ويعني احنا بخطوه على الطريق ليس انتصارا بمعنى انه انتصار اخير او الخطوه الاخيره، لا، انا بقول ان دي هي الخطوه الاولى التي ينبغي علينا جميعا ان نتابع الخطوات القادمه. كما تعلمون انه يعني منذ الامس هناك محاولات كبيره جدا جدا من حمله الفريق احمد شفيق في ان هم يقولوا ان احنا شفيق هو اللي هيكسب او ان هو الفائز وان الاخوان قاموا بعمل صحيح الى اخره من هذه الترهات التي ليس لها اي دين. فلابد ان نعرف ان يعني جميع المنظمات المجتمع المدني حتى القنوات التي يعني باعت نفسها للشيطان راجعت عندما قالت ان محمد مرسي قدم الوثائق التي تثبت انه فاز على الفريق احمد شفيق. نفس الحكايه الملك المضاد نصر بلاسد الدكتور كبير عبد العزيز نفس الحكايه اعلن اليوم انه ايضا الفائز هو الدكتور محمد مرسي. في نفس الوقت لابد ان يعني انا بصراحه انا نختلف كثيرا جدا مع حركه التبديل ونختلف كثيرا مع بعض الكتاب والصحفيين وبعض السياسيين، لكن هناك من اثبت انه يعني لا يبيع على الاقل ضميره ولا يبيع وطنه مقابل حفظ من المال او مقابل مناصب زائده. اما امثال مصطفى زكريا، امثال حمد صباحي، امثال عبد الله كمال، امثال يعني عمرو اديب حليمي وامثال هؤلاء جميعا هؤلاء باعوا انفسهم منذ زمن البعيد لكل من يعطيهم منصبا او يعطيهم اموالا او يعطيهم اي نوع من انواع يعني السلطه. للاسف هؤلاء باعوا انفسهم بوضوح شديد. فاحب ان نبين الاخوه يعني ان احنا الفتره القادمه باذن الله تعالى لابد ان نعمل ان هذه خطوه على الطريق. يعني الاخوه والاخوات بين الاخوه والاخوات لا يعني ينشغلوش بهذا الانتصار فقط، لابد من اكمال المهمه. اكمال المهمه تكون كالاتي باذن الله. اول حاجه ان القرارات التي امامنا المحكمه الدستوريه هي قرارات مسيسه. وكل من يقول اننا نحترم احكام القضاء، نحن نحترم احكام القضاء النزيه. نحن نحترم احكام القضاء اللي بيحكم بالعدل. اما اللي بيحكم بالظلم بيحكم بوجود الحكم في الاطراف وزمن طويل. وكان قال الدكتور كمال اليانزوني للاستاذ الدكتور سعد الحسني قال له ان حكم القضاء معقول احنا ممكن نطوره في اي وقت اللي هو حكم المحكمه الدستوريه وده كان معمول منذ فتره طويله. يبقى اذا الحكم المحكمه الدستوريه بحل مجلس الشعب ده حكم اصلا غير صحيح وحكم من الظالم وحكم مسيس. نفس الحكايه الاعلان الدستوري المكمل هذا بلا شرعيه على الاطلاق لان المجلس العسكري ليس في يده شيء. اذا كان حكم المحكمه الدستوريه بحل مجلس الشعب تنتقل السلطات فورا الى رئيس الجمهوريه، ورئيس الجمهوريه سياتي بعد ايام. فما الداعي ان المجلس العسكري يقوم باعلان مكمل من ضمن هذا الاعلان ان هو بيحاول يعدل المجلس الديني وبيتكلم عن اجراءات اساسيه الدستور، وهذا ليس من حقه مطلقا. ورئيس الجمهوريه هو الذي يقوم بالتشريع، ثم بعد عقد البرلمان بالجلسه الاولى له يعني يقوم بمناقشه القوانين التي اصدرها رئيس الجمهوريه في وقت غياب البرلمان، اما ان يوافق البرلمان فيمرر القانون واما ان يرفض القانون، وهذا شيء معروف يعني دستوري. فاذا كما ارى ان المجلس العسكري يحاول بقدر الامكان ان هو يقيم او يحاول ان الدكتور محمد مرسي الرئيس المنتخب ان يحاول يخليه بلا صلاحيات واسعه. هيكون تعيين الحكومه هيكون في صلاحيات زي بعض القرارات والانشاء من القوانين، ولكن الصلاحيات الكبرى ستكون في يد المجلس العسكري، وده بيبين بوضوح ان الجيش لم يحمل ثوره ولا حاجه، الجيش كان بيحمل النظام السابق، ولكن يعني لعب هذه اللعبه بطريقه يعني ان هو تلاعب بالجميع. كان يجلس مع كل يعني مثلا
مع الليبراليين ونقول لهم خلي بالكم الاسلاميين هيضيعونا وهيضيعوا البلد. ونجلس مع الاسلاميين ونقول لهم والله احنا في عارفين ان انتوا الليبراليين وانتوا اولى بالبلد وان الليبراليين هيضيعوا البلد. ونجلس مع بتوع الصوفيه ونقول لهم ده الليبراليين والسلفيين هيضيعوا البلد. وهكذا يجلس مع الجميع ويحاول بقدر الامكان ان يفرق بينهم، بالاضافه ان كان في اخطاء من الجميع، يعني لن نتكلم في الاخطاء الان، ولكن لا يدعي احد ان فلانا كان مائرا وكان فاهما وان الفئه الفلانيه كانت تفهم اكثر من الاخرى. لا، الجميع اخوان سلفيين وليبراليين و6 ابريل واحزاب سياسيه وقوى ثوريه، الكل اخطا، والاخطاء كانت اخطاء كبيره واخطاء شنيعه. نرجو الله سبحانه وتعالى الا يعني تعود مره ثانيه. برضه لابد ان ننبه الاخوه والاخوات ان المجلس العسكري والنظام القديم بخلافه المعهود اعطى قدره الحياه لحمله الدكتور مرسي انها تنجح نجاحا باهرا بامرين. الامر الاول هو يعني الحكم على حسني مبارك، وانا قلت قبل كده في مقال في جريده الفتح ان يوم 2/6 هو يعني ساعه الصفر لتغيير مصر، وهذا المقال مكتوب منذ اكثر من شهر. قلت ان الحكم على مبارك هيكون حكم هزلي، وهذا الحكم فعلا بدا يوضح للناس ان الذين قتلوا في ثوره 25 يناير وبعدها يعني جميع من قتلهم خرج براءه ولم يتم الحكم على اي شخص، وبالتالي الحكم عليه تم الحكم عليه مع وقف التنفيذ. وهذا من الناحيه القانونيه هو صحيح، لان فريق احمد شفيق وعبد الدوله والمجلس العسكري والمخابرات اخذوا كل الادله التي يعني هي تدين هؤلاء القتله. فيعني لا ادري كيف ان المقتول الى الان يعني لا يدري من قتله ولا يدري الناس من قتله، مع ان جميع الناس يعرفون من قتل هذا المقتول، ولكن الذي لا يعرف هل هو القاضي الهمام احمد رفعت، يعني الله المستعان. الامر الثاني حكم المحكمه الدستوريه يوم الخميس الماضي بحل مجلس الشعب وعلى الدستوريه القانون العدل السياسي، ايضا كان قدره الحياه الثانيه التي يعني اضيفت الى حمله الدكتور محمد مرسي. المهم احنا بنقول ان دي فتره وعدت الفتره اللي جايه لابد وضوح شديد ان اعضاء مجلس الشعب يعودوا مره ثانيه الى ممارسه حقهم في الدخول الى مجلس الشعب، وده يكون يعني بالوقوف امام مجلس الشعب ومحاوله ادخالهم باي شكل كان، او يا اما ان هم يقوموا بالجلسات بتاعتهم في اي مكان، في قاعه فندق، في قاعه مؤتمرات، في اي مكان، لابد ان يكملوا المسيره، لان هذا الحكم حكما معيبا، لان اصلا المحكمه الدستوريه في خصومه كبيره مع الرئيسين رقم واحد، في خصومه مع المهندس رياض الشاطر، في خصومه مع الشيخ حامد صلاح اسماعيل، في خصومه مع اي حد بخلاف النظام القديم. فلا ينبغي لمثل هؤلاء ان اصلا يقوموا، او هذه المحكمه التي عينها حسني مبارك. نفس الحكايه النائب العام كما تعلمون، كل القضايا التي يعني او كل البلاغات المرفوعه ضد الفريق احمد شفيق لم يتم التعامل معها باي نوع من انواع الجديه. اي بلاغات مقدمه بالنظام القديم لا يتم التعامل معها باي نوع من انواع الجديه، لكن عملوا كشف ده مجموعه من الناس اللي هو احمد عز وزكريا عزمي وفتحي السرور وصفوت الشيخ امثال هؤلاء، كشف ده مؤقت ولا مانع ان الفريق احمد شفيق لو كان تولى كان ممكن يعرف عنهم بقرار جمهوري يعملوا لاصحابه وزملائه اللي كانوا معاه في نفس الحكومه ومعاه في الزمن او في النظام السابق. بالنسبه للاخوه والاخوات ايضا ان يعني لابد ان احنا نتكاتف جميعا، لان الامانه الدستور المكمل ده ليس له اي قيمه قانونيه للاسف الشديد، وهكذا حكم المحكمه الدستوريه. فانا اقول يعني اولا لابد ان يعني نتمسك بحبل الله جميعا، ولابد ان يعني انا في الفتره الاخيره والخمس ايام الاخر دول يعني الاخوه والاخوات رايتهم يكثرون من الدعاء والعوده الى الدعاء وترك الاسباب التي كانوا يعتمدون عليه يكون يعني امر بس اهميه الدعاء مقدمه، ثم بعد ذلك الامر بالاسباب، محاوله المداومه على الطاعات، محاوله دائما ان احنا نكون فعلا مثال يحتذى به في الالتزام، لان كما ترون ان الاعلام بيضع العدسه المكبره على افعال الاخوه والاخوات، ثم هذه العدسه تختفي اذا كانت هذه الافعال خاصه
بالإيراني أو الفنان أو بالحاد أو الممثل أو أي حد كبير من الأهل الأخرى. فلا شك لابد أن نحافظ على التزامنا في المحافظة، يعني إذا نسأل الله عز وجل أن نكون أهلا لذلك. أيضا من الأسباب المهمة في هذا الأمر الإخوة لا يعتمدون ولا ينشغلون بفرحهم بما حدث مع محمد مرسي، فكما قلت هذه خطوة أولى في خطوات عودة مصر إلى سكانها الأصليين. دايما كنت بقول كده إن سكان مصر الأصليين إلى الآن لم يحكموا البلد، إنما يحكمهم كل فترة فروعون فرعية. حكمهم الفروعون الكبير عبد الناصر، ثم تلاه أنور السادات، ثم تلاه حسن مبارك، ويعني ثم تلاه مجموعة من الفرعيات كما يعني هو موجود ومعلوم كفاية. فيعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن تعود مصر إلى سكانها الأصليين، وأن ينشر فيها العدل، وأن ينشر فيها الحكم من شريعة الله عز وجل وتطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا في كلام كتير بس يعني الوقت يعني عشان ما اضيعش وقتكم يعني، فلو في أي بس سؤال يعني سريع ممكن نجيبها إن شاء الله. بعد محمد عايزين نعرف التصعيد مع المجلس العسكري الفترة الجاية هيكون إيه الصفة؟ يعني الحاجات دي هتكون لكن هو خلاص الميدان ما ينفعش يتساب بأي حال من الأحوال. ما ينفعش إن احنا نرضى لأي تصرفات اللي هي نظام مثالي القوانين. يعني هقول لكم حاجة، السبب الإعلان الدستوري المكمل هو حوالي 5 أشخاص معروفين بعدائهم الشديد للتيار الإسلامي والإسلام نفسه، يعني على رأسهم طبعا يحيى الجمل، رقم 2 الفقيه الدستوري. أي كلمة فقيه الدستوري ده كلام طبعا زي ما انتم شايفين كده، الفقهاء الدستوريين بيبيعوا فينا ويشتروا، وزي ما انتم شايفين كل واحد فيهم في القانون الواحد أو في المادة الواحدة ممكن يفسخها على 10 تفسيرات. الشخص الثاني محمد نصر رحمة، الثالث أمين عاشور، الرابع شوقي السيد، الخامس إبراهيم درويش. هؤلاء الخمسة عندما يجتمعون فلابد أن تعرفوا أن هناك مصيبة دستورية وقانونية تحصل بهذا البلد. كمان محمد نصر رحمة، سامح عاشور، شوقي السيد، إبراهيم درويش، وغيرهم كتير من الدول الخمسة اللي بيقعدوا لما المجلس العسكري بيحاولوا يواسوا طوله يعني الإعلان الدستوري المكمل ده اللي هو الإعلان اللي بيقول إن الرئيس بتاعنا رئيس ليس له أي لازمة، الرئيس شرطي إن قبل هذا الإعلان الدستوري يعني أثر في تأثير شديد هؤلاء الخمسة خصوصا يعني. فنحن نرصد البلد في أيدي هؤلاء، دايما نمتنع عن تطبيق هذه القوانين اللي هي أصلا مخالفتها للشرع، مخالفتها للعقل، مخالفتها للعدل، مخالفتها للنظام، مخالفتها للقانون. طبعا ده يكون يوم بيوم، لكن يعني اصبح ان الميدان يسعى جميع الحاجه. الحاجه الثانيه ان احنا برضه لابد ان ننتبه ان الحركه في الحدود السلميه ممنوع استعمال اي نوع من انواع القوه اليدويه والجسديه باي شكل من الاشكال لابد هؤلاء. فاحنا دلوقتي بنسترجع البلد بالطريقه اللي تم النصر فيها وتم في 25 العمل الكبير هو لا شك هو لابد يعني حاجه مهمه جدا جدا. اي واحد او اي واحده تعرف اي ليها في الجيش سواء كان ضابط او عسكري او اي خطوه بيروتها لابد تفكروا بالله سبحانه وتعالى، وتفكروا بالدماء الحرام، وتفكروا بقتل المسلم، وتفكروا حتى بقتل الذم نفسه. احنا لابد ان ننبه هؤلاء الناس الا يقعوا تحت اي رأس مضبوط في اطلاق رصاصه واحده على اي مسلم كان او على اي مصري كان في اي مكان. ولابد من تنبيههم على الثلاث الايات او بالاحاديث او بتذكيرهم بالعدل، وتذكيرهم بيوم القيامه، وتذكيرهم بيوم الوقوف امام الواحد الديان. هذا امر في الوقت الاهميه الفتره القادمه لابد ان جميعا اي حد ليه في التحديث لابد ان يذكرهم هذه الاشياء. وانا متاكد ان العدد الكبير لن يستطيع اي وظيفه في الجيش ولا اي رتبه ان هو يعني يطلق القصائد. الامر الثاني الصمود في الاماكن بتاعتنا في الدعوه مع الناس والمتدينين في اي مكان. انا بقول اهو عند الصمود انا اذكرهم هيبدا الجماعه دول يضربوا واحد ورا واحد، وانا افكركم ان شاء الله قريب لو كانوا الصمود امام هؤلاء هم هيجيبوا البلد وهيمشوا، لان هؤلاء لا يستطيعوا ان هم يقتلوا بهذه الطريقه، لان خلاص اصبحوا موجودين
واصبح عدد كبير من الناس واقف قدامه الطبيعه ان المجلس العسكري مش بيحافظ على الثوره، المجلس العسكري مش بيحافظ على البلد، المجلس العسكري بيحافظ على مصالحه الخاصه، بيحافظوا على مصالح للاسف الامريكان والاسرائيليين، بيحافظوا على مصالح الغرب بحيث ان البلد ستسقط في يد الاخوان. والله احنا جربنا على الاقل 60 سنه البلد سقطت في يد عبد الناصر ثم السادات ثم حسني مبارك، فلم نرى لا تقدما علميا ولا ادبيا ولا تقدما تكنولوجيا ولا تقدما في اي صناعه من الصناعات، بل اصبحنا في ذيل الامم. والدليل على كده ان احنا في ثوره 52 يوليو كنا نحن واليابان وكوريا وماليزيا على خط واحد من التدهور، اليابان بسبب الحرب العالميه وهذه كوريا وماليزيا بسبب احكام الطواغيت او الدكتاتوريين الذين كانوا يحكمونهم في ذلك الوقت. بعد مرور 60 سنه بيننا وبين اليابان نهايه السنوات الضوئيه حتى السنوات الماضيه، وبيننا وبين كوريا وماليزيا نفس الحكايه. فهذا الدرك الفظيع الذي وصلنا اليه كان في حكم غير الاخوان. وانا بقول الفتره اللي جايه والاخوان يعني انا عارف ان هم خدوا التصور، وانا كنت مع يعني بعضهم يعني انزل الجماعات الاساسيه واتكلمنا ان خلاص ما عادش ينفع تفكروا لوحدكم، ما عادش ينفع، قالوا لا احنا وانتم وغيرنا لابد ان نكون ايد واحده ولابد نتحرك بطريقه جماعيه، البلد دي بتاعت ايه؟ بتاعت فيعني ندعو الى يعني توثيق العلاقه مع اخواننا بالاخوان في كل الانتهاءات الاسلاميه زي الجماعه الاسلاميه وغيرها من الفئات او الاحزاب الاسلاميه. الفتره اللي جايه عايزه انا ايد واحده بجد، يعني ايد واحده شرعيه عز وجل، ايد واحده لاقامه العدل، ايد واحده لنهايه الظلم والظالمين، ايد واحده احنا نتقدم سواء كان في الدنيا او فيعني محتاجين نقوم بمثل هذه الاشياء في الفتره القادمه باذن الله. الحاجه المطلوبه برضه شبهه لكم ان احنا عايزين مثلا دستور جيد ودستور مش عارف يكتبوا مين ومين ومين، يعني نقول برضه ان من سنه 23 الناس كتير كتبوا دساتير ومنهم بيقولوا على مقامات كبيره وطاح في دستور وساعات كان مشارك في 23 وفلان ومكرم احمد امير ومكرم امين وفلان وعيان وخلال الى اخره. هذه الدساتير لم تعد على مصر الا بالرجوع الى الوراء وليس التقدم الى الامام. وكما قرأنا هذه الدساتير اما جزء منها فرنسي وجزء منها امريكي وجزء منها انجليزي، فللاسف الشديد ان هذه الدساتير لم تكن لنا وبلغ علينا، مع ان هذه القناه الكبيره التي ادعوناها هي التي كتبت هذه الدساتير. الامر الاخير واللي احب اختم به ان انا بقول للاخوه والاخوات جميعا يعني شكر النعمه يكون بدوله العدل، شكر النعمه يكون بعدم الخوف من الظالمين، شكر النعمه يكون بعدم الكلام السلبي اللي انا سمعته الفتره اللي فاتت لما بدا الفريق الشهيد يتقدم وكده الناس تقول احنا نرجع سنين معتقدات تاني انتوا عاملين درجه تاني، لا انتوا لابد في نفسكم الاول تعرفوا ان ما حدش هيرجع مره تاني طالما انتم متمسكين بحبل الله، طالما انتم يعني تقفون امام الظالمين بكل قوه، وعايزين الاخوه ما تخافش تحت اي ظرف من الظروف. احنا نسمح باذن الله عز وجل ان النظام القديم يرجع تاني باي شكل من الاشكال. عشان كده انا بقول ان من شكر النعمه دوام الطاعه، من شكر النعمه دوام العمل، من شكر النعمه ان نعلم ان الله سبحانه وتعالى بيده القلوب سبحانه وتعالى. يعني قبل الخميس اللي فات انا كنت شايف ان النجاح احمد شفيق هو الاقرب الى النجاح، مع ان كنت ممكن او حتى زرعت الدخله كده. ليه؟ لان في ناس كتير طبعا الشائعات التي اخواتها المخابرات والصحف والمجلات والقنوات، خصوصا قنوات سي وقناه النهار وقناه التحرير والمحور والجريم، القنوات قامت بغسيل موقف الشعب المصري الفتره الماضيه. البرلمان ليس معه يعني حكومه يعني تنفذ ما يقول، المجلس العسكري يمنع، بل هناك كل يوم ازمات، ازمه تسديد، ازمه تعيش، ازمه زلازل، ازمه شر منطقيه في كل مكان. كل الحاجات دي الشعب المصري يعني شايف الاسلاميين يقدموا شيء، ولكن الله سبحانه وتعالى بيده القلوب. فسبحان الله بين ضحيه منها وعشيه وضحاها تم تغيير المشهد بشكل كبير جدا جدا. ان الدكتور محمد مرسي على وأولاه وجعل الناس تهفو اليه وجعل الاخوه والاخوات يشتغلون بكل قوه في
شك ان هذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يقضينا شر انفسنا وان يغفر لنا وان يختم لنا بخير، وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. حسن ست مرات هي خلاص اذان. طيب يا اخوانا، دقائق بس كده بعد حضراتكم، دقائق بعد حضراتكم. دلوقتي احنا اخر جزء كنا وصلنا له قبل المداخله الهاتفيه القيمه للشيخ محمد، قلنا ايه طبيعه المجلس العسكري؟ قلنا المجلس العسكري ليسوا قانونيين ولا سياسيين ولا عندهم قدره على التواصل المجتمعي، هم لهم عقيده وعقليه وسلوكيات خاصه بهم كنمط عسكري وميري عايشين فيه، وكذلك ده لابد ان يستصحب في طريقه التعامل معهم، في طريقه التعامل مع المجلس العسكري. بسبب فساد النظام اللي فات تحول جزء كبير من افراد المجلس العسكري الى رجال اعمال، واحد الحاجات اللي عجلت لمجلس الشعب ان مجلس الشعب خلاص كان خد قانون، طبع قانون بورسعيد تحول لمنطقه حره، وكانوا كسروا حاجز الاحتكار وسمحوا بالاستيراد الحر سواء في الحديد او في اللحوم في بعض السلع الاساسيه، فده عجل بقى ان المجلس ده يعمل له صداع كبير. ودايما لما تلاقي الانسان الكاذب يدندن على صفه معينه تعلم ان العكس هو الموجود. فبدأوا عمالين يدندنوا كده ان المجلس ده ما بيشتغلش. طب حلته ايه؟ في الواقع المجلس ليه انجازات ضخمه، في خلال 100 يوم انجازاته بتعمل قليل، لكن كانت كلها انجازات ضد الرغبات العسكريه وضد رغبات اصحاب النفوذ داخل البلاد. فالان انت في محك رئيسي بنقول ان التفكير اللي بيحصل في المجلس العسكري الان انا لا اتوقع انه تفكير ناس من المجلس العسكري ولا حتى من المخابرات، ده تفكير قوى خارجيه بتبص للبلد وتشوف مصلحتها في البلد دي فين. فمثلا هل مصلحه امريكا واسرائيل ان مصر يحكمها الاخوان ولا ان البلد تدخل في حرب اهليه؟ لا تدخل في حرب اهليه. فبس الحرب الاهليه دي ممكن يموت فيها مين؟ ممكن يموت فيها قاده الجيش طنطا وعن طب يموت ويجي غيرهم. يعني امريكا مش باقيه على حسن على طنطا، طب هي باقيه حسني مبارك، باقيه قبل منه صدام حسين، وباقيه القذافي. المساله يا جماعه دي كلها ادوار، هو السيد الامريكي الابيض بيتعامل مع كل هؤلاء يكون خدم عنده، واحد خدام التربيه ويجيب غيره. الواقع الان بيقول ان هناك من يفكر لهم ويريد ان يفخخ العلاقه بين المجلس العسكري وبين الشعب، وفعلا الرصيد نزل. يعني احنا عايزين نبعت لهم رساله من فضلك اشحن البطاقه، ما عادش ليك رصيد في قلوب الناس. يوم عن يوم بيسقط الاقنعه، ويوم عن يوم الوجه القبيح بيبدو، الوجه بقى اللي ما فيهوش اي مساحيق تجميل، الوجه الحقيقي للمجلس العسكري. فبالتالي يا جماعه المرحله دي مرحله تصعيد. السؤال كيف يكون التصعيد؟ لازم يكون تصعيدنا مع المجلس العسكري تصعيد مدروس. يعني ايه تصعيد مدروس؟ يعني مدروس تبقى عارف فين بدايتك وفين نهايتك، تبقى عارف ايه الاهداف اللي انت عايزها وهتحققها ازاي وعلى كام مرحله. ما ينفعش كده التصعيد العشوائي، ما ينفعش التصعيد العشوائي. طيب النهارده في مليونيه اعلنا عن مشاركه فيها كل الاخوه من ابناء حزب النور سواء في القاهره او في غيرها من المحافظات، احتشدوا المشاركه في المليونيه بتاعت النهارده. في مليونيه يوم الجمعه اللي ان شاء الله يطلع الدكتور محمد مرسي يحلف فيها اليمين امام مجلس الشعب في الميدان، ويكون خطيب الجمعه القادمه ان شاء الله في ميدان التحرير وفضيله الشيخ محمد حسان. ندفع اخواننا دفعا ونحط الاخوه حقا على الذهاب الى التحرير في هذا اليوم، وليست هي اخر الجمعه. يعني الجمعه الجايه مش ام الجمعه يعني، لا، ده دي بدايه الموضوع. في تصعيد مع المجلس العسكري، تصعيد يعتمد على طول النفس، سياسه عض الاصبع. انا بحط صبعي في بقك وانت بتحط صبعك في بقي، وكل واحد بيعض واللي يقول اي.
هي كده سياسه عض الاصبع، ما هي كده النفس الطويل. هذان خصمان اختصموا في ربهم. هم خصمين يا جماعه. هو بيألم زي ما انت بتألم، ربنا قال لك كده ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون. ايه الفارق؟ وترجون من الله ما لا يرجون. هو ده الفارق. هو العسكر عايز ايه؟ عايز اولا الكبر اللي هو فيه ما ينكسرش، يفضل هو الهيئه المسيطره. مش متخيل انه يروح يدي التحيه العسكريه للدكتور محمد مرسي. مش متخيل ان يبقى رئيس الجمهوريه رجل مدني يقول احنا هنمنعه من دخول القصور. هيئه الاستثمار وهيئه الاثار تطلع قرار بان القصور لازم كلها ما تبقاش محمد مرسي. ليه يعني؟ ليه يعني؟ وكان كده ايام ما كان الشيخ حازم مترشح، كان احد رؤساء المجلس العسكري ده قال لاحد الضباط، وكان الضابط ده كان متدين يعني، هو اللي نقل الكلمه دي. قال له انت عايزني في يوم من الايام اادي التحيه لواحد اسمه الحاج ابو اسماعيل؟ فاول حاجه المجلس العسكري عايز يحافظ عليها من مكتسباته الكبر. هم بيسموها الهيبه العسكريه واحنا بنسميها الكبر العسكري. وهي مش حاطط باصطلاح، الهيبه العسكريه ماشي، الكبر العسكري ماشي. لكن هنا توصيفها الشرعي الكبر. كبر والعنجهيه واللي بيتعامل بيها في الجيش، واللي دخل الجيش يعرف المعلومه اللي انا بقولها دي. لسه اخ من اخواننا الفضلاء تم تجنيده قبل الثوره، قابلته من 3 اسابيع. ايه يا فلان مالك؟ قال انا فقدت 6 شهور. قلت له فقدت ليه يا ابني؟ قال لي ابدا الضابط شتمني بامي، قمت قايل له رافض عليه وقال له ما تشتمنيش، قام جاي عامل لي حاجه زي سجن او حاجه زي كده وخلاني فقدت الدفعه. سجن له فتره وبدل ما كان يطلع في 1/6 لسه يطلع في ايه؟ لا 3 شهور يطلع في 1/9. شفت انت بقى الكلام؟ هو الحكايه عليه. قلت له بقى وايه يعني لما انت رديت عليه؟ قال ابدا خلاني اشيل المخل على ظهري وازحف في الحوش بتاع السريه دي رايح جاي لمده 7 ساعات. ايه المشكله يعني؟ ده نموذج من العقليه دي. نموذج من العقليه دي اللي فوق منك برتبه واحده يقدر يتعامل معاك اسوأ معامله. يتعامل معاك ايه؟ اسوأ معامله. فده نموذج من العقليه دي. انا عايز اقول لحضرتك بقى ان هو اول مكتسب بيحافظ عليه الطريقه دي. والضبطيه القضائيه اللي خدوها دي، يعني شوف احنا كنا بنقول الشرطه بيظلمونا وبتعامل، بس الشرطه في النهايه كتر احتكاكه بالمدنيين ويعني ندي الاطباع بعد الرفق شويه. يعني لو بتعامل مع شخصيه محترمه في المجتمع ده تلاقيه بيتعامل بود جدا. لا ده ما ينفعش، ده شعار الغشم والكبر والاستعلاء. فهيبقى بقى ايه؟ التعامل فج اسوأ من الاول. تاني حاجه من المكتسبات اللي عايز احافظ عليها الامن. امنه الشخصي. مش عايز حد يفتح له الملفات السوداء. انت عندك ال 19 لواء في المجلس، 19 فرد في المجلس العسكري، ال 19 تبع بنود المليار دولار. عايزين نعرف والله الناس المجتهدين دول جابوا المليارات دي منين؟ يقولوا لنا احنا من حقوق الشعب، من ابناء الشعب المسكين ده اهو. انا نفسي ابقى ملياردير والله يا جماعه. ايه المانع يعني ان انا ابقى ملياردير انا كمان؟ يقولوا لنا بيجيبوهم منين؟ نفتح الملفات ونشوف صفقات السلاح اللي خدوها دي جابوها منين؟ نشوف مزارع الدواجن ومزارع الالبان والمصانع الحربيه. بدل ما نصنع صواريخ مضاده للطيارات بدأنا نصنع صفايات بطاطس. ولا صفايه بطاطس مصانع حربيه، يعني حاجه ايه؟ حاجه تيتانيوم مثلا حاجه ايه؟ صفايه بطاطس مضاده للطيران. كلام فارغ طبعا، مسخره. فاحنا عايزين نعرف انتوا 30% من الاقتصاد في ايدين الجيش ليه؟ فده جزء مهم جدا اللي هو امن الشخص ده عايز يحافظ عليه. ثالث حاجه عايز يحافظ على الاموال اللي معاه. دول رجال الاعمال بمنتهى الوضوح والصراحه. اكبر شركات المقاولات في مصر تبع الجيش، تبع افراد المجلس العسكري، اللي هي شركات انشاء الكباري والمشاريع العملاقه والضخمه ورص الطرق الطويله تبع الجيش. الكلام ده بقى اللي متخصص في اي مجال يدرك ده كله تماما. فده من الحاجات اللي هو عايز يحافظ عليها. رابع حاجه بقى عايز يحافظ عليها، عايز يحافظ على العلاقه بينه وبين الامريكان. ودي نقطه مهمه جدا. هم الان بيتنحوا بينهم مين هيكون همزه الوصل مع امريكا. هو ده اللي معاه المفتاح، هو ده اللي ايه؟ اللي بيشتغل. اللي معاه المفتاح بتاع امريكا هو ده اللي صاحب القوه في الجيش. مين بقى اللي هيفضل معاه المفتاح ومين اللي معاه همزه الوصل؟ ده امر في غايه الاهميه. يبقى ده انت قدامك عرفت انت احداثياتك الان
شفت المجلس العسكري موقفك في أي نقطة، وشفت هو الآن طبيعة إيه المجلس العسكري، من هم وما هي صفاتهم وما هي أهدافهم. إحنا هنعمل إيه؟ لازم لينا رؤية واضحة. إحنا هنعمل إيه؟ إيه واجباتنا؟ الشيخ محمد اتكلم جزاه الله خيرا، لكن عايزين نحط الكلام في نطاق نطلع بورشة عمل وشركة عمل من الجلسة دي. أول حاجة تلزمني وتلزمه الفهم. واحد يقول يا عم انت بتتكلم بالراحه على الوسط شويه، واحد ما يفهمش. لا والله الاخوه كلها تفهم على دماغ من فوق. اقصد الفهم الدقيق لاليات المرحله اللي احنا فيها. يعني انا عايز الان الاخوه لما تتكلم تنسى ان احنا مش في دوله خلافه. ما يتعاملش ان احنا بنتعامل في دوله الخلافه. يفهم ان انت في مرحله صراع وفي مرحله مكاسب ومخاطر وخسارات، في مرحله صلح الحديبيه، في مرحله انت بتقدم بايد وبتاخد بايد تانية، في مرحله المصالح والمفاسد، في مرحله الوزن بين خير الخيرين وشر الشرين. بلاش التعامل مع الامور المطلقه. الامور المطلقه دي تصلح في وقت الاستقرار او عند القدره والاستطاعه. اما الان اللي بيغلب على المشهد كله يغلب عليه الكر والفر. الاقدام والتراجع وهكذا. يبقى دي اول نقطه، فهم المرحله، فهم دقيق، فهم شرعي وفهم واقعي. ازاي نفهم المرحله فهما دقيقا شرعيا وواقعيا؟ من خلال الاطلاع والبحث لمن له قدره عليه ويقوى عليه، او باتباع اهل الديانه والثقه قاده التيار الاسلامي. واحد مسؤول ايه يقول لك اتبع المشايخ، صح المشايخ، بس المشايخ دلوقتي اسمهم القاده، صح؟ يعني نتكلم عن الشيخ محمد اسماعيل، هنتكلم عن الشيخ الهويني، هنتكلم عن الشيخ ياسر، هنتكلم عن المشايخ. اول مشايخنا دول دلوقتي اسمهم قاده التيار السلفي، بيقودوه مش بيدوا له فتوى بس. في فرق بين الاثنين يا جماعه. القائد بتاعك يعني بيرسم لك طريقا وبيدي لك خطه وانت بتتبع. اما المفتي بيعطيك فتوى وان حكى في صدرك منها شيء تستفتي غيره. فرق بين الاثنين. احنا حصل عندنا خلل كبير جدا في الصف بسبب ان اخواننا مش عارفين يفرقوا ما بين الفتوى الشرعيه وما بين الخطه السياسيه. يقول لك انا مش مطمئن. انت مش مطمئن ايه يا عم؟ ايه هو احنا بنتكلم في ايه؟ مش مطمئن لايه؟ مسائل النوازل ومسائل كلها عباره عن وزن الطرفين. والان كل المراحل اللي جايه مفيش فيها حاجه اسمها مرحله التمكين. المرحله اللي فيها يعني التمكين المطلق بنسبه 100%. فبالضبط يبان بعض التنازلات. في الواقع ده اسمه تنازل ولا ده اسمه الممكن؟ يعني النبي عليه الصلاه والسلام في صلح الحديبيه كان يتمنى كده داخليا يعني، او يتمنى كده، او عنده من الامور الشرعيه انه يسلم اي مسلم يجيله، ولا هو اضطر الى هذا اضطرارا في المعاهده؟ يبقى هو ده ما يسماش تنازل، ده اسمه مقتضيات المرحله، المصلحه والمفسده. مين اللي يوزن بقى المصلحه والمفسده؟ اهل الذكر، قاده العمل الاسلامي، اللي هم ربنا سبحانه وتعالى اداهم البصيره، اولي الايدي والابصار، اللي معاهم العلم الشرعي ومعاهم الفهم الواقعي ومعرفه العلم الواقعي. دي نقطه مهمه جدا. تاني واجب علينا من واجبات المرحله ديت ان احنا نرجع ملتزمين بجد. الملتزم المتدين بجد اللي هو الشخصيه المسلمه المتكامله بجوانبها الاربعه. العلم. الناس زهدت في العلم ليه؟ مفيش وقت. لا، في وقت بس انت اللي بتضيعه. في وقت تتعلم، في وقت تحضر دروس، وفي وقت تدي دروس، وفي وقت تسمع اشرطه علميه، بس انت اللي بتؤثر تقعد قدام نشره اخبار احسن. يبقى العلم تعلما وتعليما، ماشي؟ والعمل. ما ينفعش الاخوه تكون مفرطه في صلاه الجماعه ولا في صلاه الفجر، ناس تفرط في صلاه الليل والخميس، ناس تفرط في قيام الليل وفي الدعاء في الاذكار. كل ده لا يصح يا اخوان. محتاجين نرجع تاني متدينين بجد، نكف ألسنتنا عن الحرام، نكف أعيننا عن الحرام، نتجنب الأموال اللي فيها شبهة، نتقي الله عز وجل. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى اعرف يقينا أن الدعوة إلى الله عز وجل هي سبب الرفعة والعزة التي إن حصلنا شيئا منها الآن فبسبب الدعوة بعد فضل الله عز وجل. مين الناس اللي خدمتك ونفعتك؟ الناس اللي أنت وصلت لهم قال الله وقال الرسول. اوعى تغفل عن الدعوة، اوعى تزهد فيها، اوعى تقول ده مش وقتها. لا، ده وقتها. دعوة الله عز وجل دي قضيتنا الأساسية. رابعا الصبر.
الشخصيه المسلمه الصبر، الصبر على الاذى، الصبر على العلم، الصبر على العمل، الصبر على الدعوه الله عز وجل. يبقى تاني واجب في روشته العمل ديت او في ورقه العمل الايه؟ ان نعود ملتزمين ومتدينين كما كنا. 3 الانفتاح والتواصل مع جميع طبقات المجتمع. قبل كده كنت اقول لك ما تتعاملش مع واحد متكبر، او لما كنت تتعامل مع واحد فاسد تقول انا عايز احافظ على هويتي، انا احافظ على قلبي، عايز احافظ على نفسي. الان الناس بتنظر اليك انت اخ فلان وفلان ان انتوا بقيتوا اللي ماسكين البلد، صح؟ فصار الان واجب عليك انك تتعامل مع الناس ومع كل طبقات المجتمع برفق، طبطب على الناس كلها. انا بقول لك حتى الفساق، حتى اصحاب التيارات المختلفه، حتى غير المسلمين، مع مراعاه احكام الولاء والبراء. تعامل مع الناس برفق، برحمه، تسامح، فاهم الناس. اللي جاي متضايق ومخنوق وبيزعق وبيشتم ما تردش عليه. انت الان عند الناس اللي ماسك البلد، مش هيدينك ان واحد من الرعيه اللي بيشتمك. فتعامل معاه برفق، تعامل معاه برحمه وفهمه، وتتعامل معاه ان هو مش معاند، وان هو عنده احتقانات قديمه لها اسباب، محتاجين تواصل مع كل طبقات المجتمع. اولا داخل ابناء التيار السلفي نفسه، تقويه الروابط وتلاحم والتراص. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. 2 تواصل مع بقيه التيارات الاسلاميه، اخوان، الجماعه الاسلاميه، بتوع حزب الوسط، بتوع اللي هم بقى الجبهه السلفيه ومش عارف وامناء السلفيه، في كام تيار كده كل واحد بيسمي نفسه اسم كده، نتواصل مع كل الناس، كل الناس تتواصل معاك، كل الناس بلا استثناء من ابناء الدين الاسلامي. طيب التعامل مع الازهر والدعاء بتوع الاوقاف والدعاء الازهر تعامل عالي، بلاش تستعلي على الناس، بلاش دايما تقول معاهم جهله، اوعى الكلام ده غلط، ده نزيل الشغل. اللي جاهل علمه واللي مخطئ فهمه، اتعامل معاهم ومد ايدك ليهم ويمدوا ايدك ايدهم لينا. ربنا سبحانه وتعالى نفعنا بخطباء الاوقات في الجمعتين اللي قبل الانتخابات، والناس تحملت مشاكل، ومنهم اللي اتشتم في المسجد ومنهم اللي بوظوا الخطبه. فنتقي الله عز وجل، نتعامل مع كل من له سهم في العمل الاسلامي، كاتب، صحفي، مفكر، اي واحد. بلاش نظره الازدراء، بلاش نظره الاستعلاء على ابناء التيار الاسلامي. 3 محتاجين التواصل مع القوى الثوريه اللي على الساحه. احنا عارفين ان شباب 6 ابريل فيهم ناس مش متدينين، وعارفين ان بعض الحركات الليبراليه دي فيها ناس مقلقه من الشريعه. نتعامل معاهم في ايه؟ في المساحات المشتركه، في قيم مطلقه يشترك فيها جميع الناس. العدل حد يختلف عليه، الصدق حد يختلف عليه، الرحمه حد يختلف عليها. نتعامل على القضايا الاساسيه. وحتى من الكياسه، لو كل دول اعداء، انت من الكياسه انك لا تفتح الصراع في كل جبهات العداء في وقت واحد، وانما الكياسه ايه؟ ان يكون في ابدا بالاخطر، ابدا بالاخطر، بلاش تفتح على نفسك الجبهات كلها. وبعدين يا جماعه احنا جربنا الظلم وجربنا التشويه الاعلامي لينا، وجربنا التعدي علينا. الناس اللي انضربت في احداث العباسيه اول مره من سنه كانوا عن حركه 6 ابريل. بعض اخواننا كانوا فرحان، لك يستاهلوا، مش هم اسماء محفوظ واسراع عبد الفتاح والعيال دي يستاهلوا الطاحن. طب ما احنا لما انضربنا في العباسيه وقتل اخواننا وسلموا، تألمنا ومكثنا ليالي لا ننام، صح؟ يبقى انت دخت في نفس المشكله. يبقى من الاول لو كنت عرفت ان دول انضربوا تقول دول اتظلموا، ولا كنت مختلف معاهم في المنهج. فاهمين يا جماعه الدرس؟ تشويه الاعلامي، كنا بنصدق اي حد الاعلام يجيب عليه مصيبه من الشباب التيار الليبرالي والعلماني دول، بيهم جاتك على بعض الدعاة افتراءات وادعاءات كاذبه، وانت تصرخ من ويقول لك ايه؟ ما هي قريت الدنيا كده، وش معنى دلوقتي؟ كنت عم بقرا التعليقات على الاخبار بتتعلق بالشيخ علي وليد وغيره، ومش انتوا كنتوا بتزنوا في البلد دي؟ يعني عايزين احنا نتعلم من اخطائنا، لازم نتواصل مع كافه افراد المجتمع. ده كلام واضح. يبقى ده الواجب الثالث. الواجب الرابع ان احنا نبقى مؤهلين انفسنا، لان المرحله القادمه مرحله تصعيد. اللي يظن ان التصعيد
هيوزعوا على فيه البونبوني وهيتعاملوا معانا فيه بالورود والرياحين يبقى غلطان. واللي يظن انه هينال حريته وهينال كرامه ووضع في المجتمع بدون ما يقدم شيء يبقى واهم. انا بأذكرك واذكر نفسي بالاحداث القديمه، واذكرك واذكر نفسي بالامنيات. كم واحد منا تمنى ان يرزق الشهاده في سبيل الله؟ اللهم ارزقنا الشهاده في سبيلك مقبلين غير مدبرين. كم واحد؟ وكنا نقول كده، كنا نقول لما نشوف القهر اللي بيتعرض له الفلسطينيين لو فتحوا باب الجهاد لا يرين الله منا ما نفعل. طب احنا بقى امامك الان حداثات وامامك الان تصعيدات. هل هتظن ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء. دي آية. كل واحد فينا يقف مع نفسه. هتظن وتبخل، اللي هيبخل بالمال يبقى سقط الاختبار، اللي هيبخل بالنفس يبقى سقط الاختبار. يقول لك انا مشغول، انا رايح مع الجماعه، مشاوير الجماعه ما بتخلصش مش عارف ليه، اصل انا عندي موضوع مع العيال. انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم. اعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم. اتخذ يا اخي الحبيب، اعرف ان في مرحله تصعيد. الحق لا ياتي هكذا، انما الحق ينتزع انتزاعا. الحق ينتزع انتزاعا، ولا بد للحق من قوه التحميل. فان اثرت نفسك فاعلم انه كم من جريء كتبت له السلامه، وكم من جبان مات في مكمنه. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا ان معكم متربصون. هتعملوا فينا ايه؟ انت خايف على ايه؟ قاعد جنب ابنك، ممكن تبقى قاعد جنب ابنك ويفسد عقوبه لك، وممكن تتركه وتخرج في سبيل الله والله سبحانه وتعالى يحفظه ويرعاه. كل واحد فينا يتقي الله عز وجل، وبلاش الانانيه، بلاش الانانيه الشخصيه. انا كل واحد عايز يدور على فلوسه، على راحته الشخصيه، على مصلحه بيته وعياله والبلد تتولى. لا، لازم نتخلى عن هذه الانانيه وتذبح الانانيه بسكين العزم. عندك عزيمه ماضيه وتقتل ولا تهجر. ده واقعا تبقى عارف ان المرحله مرحله تصعيد، والتصعيد لا يكون الا برجال. التصعيد لا يكون الا برجال. خامسا، ودي امر في غايه الاهميه في المرحله اللي احنا فيها دي، محتاجين ان يكون في سرعه وجديه ونشاط. يعني ايه؟ يعني خلاص خدت القرار وانا هطلع مع الاخوه وانا هشتغل بس عندنا بقى الحكم الايه؟ حكم في طريقه التوصيل المعلومه وفي طريقه التجمع وفي طريقه الخروج والدخول. لا، قول لاخواننا كده، حمولة العربيه بتشوف كام؟ 7. العربيه بالميكروباص كام؟ 14. يعني فيها 7 كيلو. خلاص انت اصغر واحده عندك 7. باشا دكتور حماد، اصغر واحده عندك بقت 7. خلاص جاب وزع، قسم البلد كلها 7. يبقى طلع عندك كام سبب؟ كام واحد في النهايه؟ طلع عندك 20. وال20 دولت يتقسموا مجموعه. يبقى انت بتقول الكلمه الساعه 9. 9 و5 يكون كل افراد البلد عرفوا الكلمه بتاعتك. الكلمه بتقول يلا اطلع على التحرير. خلاص اطلع على التحرير بقى، هو اتصرف. كل 7 مع بعض ايه؟ مجموعه. 7 طبعا مع بعض بيجمعوا بعض وبيرجعوا مع بعض. يبقى انت بتتعامل مع رأس المحافظه بيتعامل مع 10 اللي ماسكين المراكز. ورأس كل مركز بيتعامل مع ماسكين الوحدات المحليه. ورأس كل وحده محليه بيتعامل مع ماسكين القرى. فاهمين الطريقه دي يا جماعه؟ يبقى انت في النهايه بتاخد قرار من مجلس ضبط الدعوه او من الهيئه العليا للحزب في خلال ربع ساعه بالكثير بتكون اصغر قريه في ابعد مكان موجود لها القرار ده. واضح؟ ويبقى في ترابط، يعني في سرعه ونشاط وجديه في هذا الامر. قال تعالى يا يحيى خذ الكتابه بقوه، خذ الكتابه بقوه. فده الواجب المرحله الجايه. عندنا الجمعه الجايه التحرير، ومش اخر الجمعه، ويا عالم قبل الجمعه الجايه هيعملوا ايه؟ يوم الخميس. انا بقول لك هم بيصعدوا وهم هناك من
يفكر لهم، ومفيش مانع ان يكون بيتورطوا، وهناك من يريد ان يفخخ علاقتهم بنا، فنستعين الله عليه ونري الله من انفسنا خيرا ونقف وقفه واحده. واريد من اخواني ان يكون عندهم اليقين جازم لا يتزعزع ابدا في القلب. اياك انك تسمح لليأس او للقنوط او للارجاف او للشك والريب ان يتسلق عليك اسوار نفسك المنيعه. اوعى تحدث نفسك ولو بين خرجاتها باننا ممكن ان ننهزم. الهزيمه لا تاتي الا لمن يفكر فيها، واهل الاسلام ليس في قاموسهم كلمه هزيمه، فهو اما حياه تسر الصديق واما ممات يغيظ العدل. كلام واضح؟ اخيرا رساله بنرسلها للمجلس العسكري ولمن معه. نقول له ايه؟ نقول له اظننت دعوتنا تموت بضربه خابت ظنونك فهي شر الظنون، بليت سياطك والعزائم لم تزل منا كحد الصارم المسنون. تالله ما الطغيان يهزم دعوة أبدا وفي التاريخ بر يميني. تالله ما الطغيان يهزم دعوة أبدا وفي التاريخ بر يميني. ضع في يدي القيد ألهب أضلعي بالصوت، ضع عنقي على السكين. لن تستطيع حصار فكري ساعة أو نزع إيماني ونور يقيني. فالنور في قلبي وقلبي في يدي ربي وربي ناصري ومعيني. سأعيش معتصما بحبل عقيدتي وأموت مبتسما ليحيا ديني. الله يريد سعادتي، هل يستطيع الخلق أن يشكوني؟ أبدا أبدا. يا جماعة المسألة مسألة عزة، وقال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أسأل رب العالمين أن يستعملنا وإياكم في طاعته ونجعل وإياكم من يستمعون ويتبعون أحسنه. التصعيد داخل محافظة كفر الشيخ لو هيتم هنا قرار عام على مستوى الجمهورية بالتصعيد في الميادين، كفر الشيخ مشكلة انها اعلاميا محروقة، يعني ما بتغطيهاش الجزيرة وما لهاش دخل اعلامي، مش مشهور عنها انها مدينة كبيرة بالحدود المصري يعني. لكن لو كان في قرار عام بانه التصعيد هيبقى في جميع محافظات البلد مفيش مشكلة. لو كان الاولى في حقنا ان احنا يكون الحشد كله في ميدان التحرير برضه مفيش مشكلة. يعني احنا بنشوف مثلا هنا وهنا المحافظات كلها اللي انت فيها لان الشيخ محافظه هي كفر الشيخ طيبه شويه. في حالة لا قدر الله لو اتطورت النتيجة التحرير هتاخد البيانات قبلها بيوم. لو في حالة لا قدر الله اتطورت النتيجة ولقيت مثلا الفوز يبقى على نفسها كده بلاطش. كلمة طيب معلش يا اخواني كده، اخونا الفاضل يقول رساله جميله جدا. يقول اوصي اخواني بالتوبه الى الله ونسيان الخصومات والتسامح فيما بينهم، فهذه من اسباب النصر الكبيره. جزاكم الله خير. الفلول معامله الفلول وانصار احمد شفيق، المعامله معاهم تكون معامله بالحسنى، معامله بالحسنى. النبي عليه الصلاه والسلام لما دخل مكه خفض راسه وطأطأ راسه حتى مس راحلته، وقال لما سالوه ما تفعل بنا؟ قال ما تظنون اني فاعل بكم؟ قال اخ كريم وابن اخ كريم. قال فاذهبوا فانتم خلفاء. صلاة يا شيخ عشان الناس مسافرة. كل الناس